يا مساء الخير والسعادة وحسن الظن بالله عليكم يا أجمل أخوات في الدنيا. قبل ما نبدأ عايزاكي تسألي نفسك سؤال بسيط جدا: هو ليه كل ما تدخلي أوضتك بتحسي بضيق؟ ليه بتصحي الصبح تعبانة حتى لو نايمة بدري؟ ليه ساعات تقعدي جواها وتحسي إنك متضايقة من غير سبب؟ صدقيني الموضوع مش بسيط زي ما الناس فاكراه. أنا بتكلم عن حاجات واقعية جدا ومثبتة نفسيا وجسديا. اللي بنشوفه وبنسمعه وبنشمه وبنعيش فيه بيأثر علينا فعلا. غرفة نومك ممكن تبقى هي السبب في تعبك النفسي من غير ما تاخدي بالك. تعالي النهاردة نفهم ليه وإزاي نخليها فعلا مكان راحة وهدوء مش ضغط. بس قبل ما نكمل حبايب قلبي عايزة أوضح نقطة مهمة جدا. جالي في الفيديوهين اللي فاتوا كذا تعليق بيقول إن الكلام اللي أنا بقوله حرام وإنه ترويج لعلم الطاقة أو في شرك والعياذ بالله، مع اني ما ذكرتش في الفيديو اي حاجة عن علم الطاقة. وحقيقي حبيت ارد بكل احترام واوضح ان ده مش صحيح اطلاقا. انا عمري ما اتكلمت عن حاجة اسمها علم الطاقة ولا اؤمن بيها اصلا، ولا ممكن اكون مروجة لاي حاجة بعيد عن دين ربنا سبحانه وتعالى. كل الفكرة من الفيديوهين كانت بسيطة جدا، إننا بدل ما نخلي التنظيف والترتيب مجرد روتين ممل نخليه لحظة شكر وامتنان لله على النعمة اللي في إيدينا، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: ولئن شكرتم لأزيدنكم. يعني لما نحافظ على النعمة ونقدرها بالفعل والقول ربنا بيبارك فيها ويزودها. والنظافة والترتيب مش رفاهية، دي عبادة وسلوك ربنا سبحانه وتعالى بيحبه، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله جميل يحب الجمال. وكمان قال: تنظفوا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم. وأختي الفاضلة صاحبة التعليق اللي كانت فاهمة العنوان غلط، أنا حاولت أوضح لك إن كلمة جاذب للخير في العنوان مش معناها حاجة تخص علم الطاقة إطلاقا. الكلمة دي أنا استخدمتها بمعناها اللغوي العادي علشان اللي يدخل الفيديو يفهم إن اللي بيجذب الخير فعلا هو ربنا سبحانه وتعالى، بس لما احنا نحافظ على نعمته ونستخدمها صح ربنا بيزيدنا من فضله. فالكلمة دي مش طاقة ولا جذب كوني ولا أي مصطلح غريب، دي دعوة بسيطة إننا نعيش بنية طيبة ونحافظ على النعمة اللي بين إيدينا، وربنا وحده يعلم النوايا. ودي كانت نيتي اللي حابة أوضحها للجميع بكل حب واحترام. أنا لا أؤمن بعلم الطاقة ولا أروج ليه ولا أي كلمة في أي فيديو من فيديوهاتي تخص هذا العلم. وانا بشكر كل حد بيسأل بنية حب واحترام ونصيحة، لان كلنا بنتعلم من بعض. ودلوقتي يلا بينا نبدأ ونعرف ايه العلاقة بين المكان والمشاعر. الانسان بيتأثر بالبيئة اللي حواليه اكتر مما نتخيل. المكان اللي بنقعد فيه بيدي عقلنا اشارات، يا اما امان وراحة يا فوضى وتوتر. ودي مش خرافة، دي دراسات حقيقية بتقول ان الفوضى بتخلي المخ في حالة توتر مستمر. تخيلي ان مجرد منظر السرير المكركب او الدولاب المفتوح بيخلي العقل يحس ان في شغل ناقص او عبء مش خالص. وده السبب اللي بيخلي ناس كتير مش بتعرف ترتاح حتى وهم قاعدين في بيتهم. ودلوقتي حبيبة قلبي تعالي نعرف ايه العلامات اللي تقولك انك اوضتك مضغوطة نفسيا. خدي بالك من العلامات دي لانها بتقول ان الاوضة مش مريحة خالص. رقم 1: دايما بتحسي بخمول او صداع من غير سبب. رقم 2: نومك مش عميق وبتصحي متوترة او تعبانة. رقم 3: بتحس انك مش بتحبي تقعدي فيها فترات طويلة. رقم 4: اي صوت بسيط او دوشة صغيرة بتضايقك وتعصبك. رقم 5: بتحس انك مش قادرة تركزي او حتى تنظمي افكارك. العلامات دي معناها ان المكان محتاج تغيير وتنظيم وراحة بصرية. ودلوقتي حبيبة قلبي تعالي نعرف مع بعض ايه الاسباب الحقيقية والواقعية اللي بتخليكي تحسي بخنقة وانزعاج وانت في غرفة نومك. رقم 1: الفوضى وتراكم الحاجات. كل حاجة مش بتستخدميها، لبس قديم، كراتين تحت السرير او حاجات شايلاها، حاجات ناسيها في الادراج، دي كلها حاجات بتعمل زحمة في عقلك. انت ممكن تحسي ان كل حاجة مقفولة عليها ومش ظاهرة عادي، ولكن عقلك واخد باله جدا من كل الحاجات دي، وده اللي بيعمل لك تشويش جوه دماغك. رقم 2: الإضاءة الغلط. الإضاءة الضعيفة أو الصفرة أو الغامقة بتأثر على الحالة المزاجية وبتخلي المخ يحس بالكسل. ودي معلومة مهمة جدا جدا. جربي كده تبدلي اللمبة بتاعت أوضتك الصفرة أو اللي ضوءها ضعيف بلمبة تانية قوية ونورها قوي، شوفي ايه الإحساس والفرق اللي هيبان ويظهر على الأوضة. رقم 3: الألوان الكئيبة. الألوان الغامقة جدا أو الحيادية الباردة بتقلل الإحساس بالراحة. حتى لو انت بتحبي الألوان الغامقة حاولي توازنيها بلون دافي أو مفرش فاتح. رقم 4: السرير المكركب أو المفروشات القديمة. النوم على ملاية مكرمشة أو لحاف باهت أو حاجات مقطعة بيأثر على جودة نومك أكتر مما تتخيلي. رقم 5: قلة التهوية والنور الطبيعي. الهواء المقفول بيخلي الجسم والعقل في حالة خمول دايم. رقم 6: الموبايل والتلفزيون في الأوضة.
الموجات بتاعتهم بتأثر على النوم والتركيز، والمخ ما بيعرفش يرتاح طول ما في شاشة بتنور جنبه. دلوقتي بقى تعالي نعرف خطوات التغيير الحقيقية. دلوقتي خلينا في الحلول اللي هتخلي أوضتك تبقى فعلا مكان راحة نفسية حقيقية. رقم 1، ابدأي بالتنظيف والتنظيم. شيلي كل الحاجات اللي ملهاش لازمة، اعملي فرز حقيقي. استخدمي حاجات أو عيدي تدويرها أو اتبرعي أو ارمي الحاجات اللي ممكن لا تصلح ليكي ولا لغيرك. وكمان كل ما الأوضة تتهوى كل ما دماغك تتهوى معاها. رقم 2، غيري ترتيب السرير أو مكانه لو تقدري، علشان التجديد نفسه بيكسر الروتين وبيخلي النفس تتجدد وتحس إنه في تغيير إيجابي حصل. رقم 3، حاولي لو كان متوفر عندك إنك تفتحي الشباك الصبح، دخلي شمس وهواء، ده أفضل علاج لأي إحساس بالضيق. رقم 4، حطي لمستك البسيطة زي فازة صغيرة فيها شوية ورد، شمع بريحة حلوة أو ورد طبيعي. الحاجات دي بتدي إحساس بالدفء من غير ما تبقي داخلة في أي معتقد غريب. رقم 5، نضفي السرير كل يوم قبل ما تنامي، مش علشان الشكل، علشان الإحساس لما تنامي في مكان نظيف ومنظم وريحته حلوة جسمك فعلا بيرتاح أسرع. رقم 6، اختاري ألوان مريحة لعينيكي زي الأبيض، البني، الورد الفاتح، البيج، اللون الكريمي. دي ألوان بتدي إحساس بالاتساع وكمان بالنظافة. طيب إيه هي النتيجة النفسية اللي هنحصل عليها بعد التغيير؟ بعد 2 أو 3 من التغيير ده هتحسي بفرق حقيقي. هتدخلي أوضتك وتحسي إنها بتطمنك كأنها بتحضنك، هتحبي تقعدي فيها مش تهربي منها، وده لأنك خليتي المكان يعكسك انتي مش العكس. كل تفصيلة صغيرة بتقول للعقل الدنيا تحت السيطرة ومفيش داعي للقلق. وعايزة أقولك إنه مش معنى الكلام اللي في الفيديو ده انك تعملي ميزانية كبيرة وتغيري الوان شقتك او الوان اوضة نومك وتجيبي فرش جديد وحاجات جديدة. بالعكس، انت لو كده كده الوان غرفة نومك غامقة او انت مفيش امكانية ان انت تغيريها او تعملي الوان تانية، فانت ممكن تفتحي في مفارش السرير، ممكن تحطي فازات بالوان فاتحة، تغيري فرش السجاد وتحطي السجاد افتح شوية، يدي منظر مريح لعينيكي. وفي النهاية عايزة أقولك افتكري دايما الأوضة مش بس مكان للنوم، دي المكان اللي بتجددي فيه كل يوم. خليها بسيطة ونضيفة فيها حاجات بتحبيها وهتلاحظي ازاي نفسيتك بقت أهدى. وعايزة أقولك كمان حاجة مهمة جدا، كل جزء في بيتك من أول سريرك لحد كوباية المية اللي بتشربي منها دي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. اشكري ربنا عليها مش بس بالكلام لكن بالفعل كمان. لما تهتمي بحاجتك وتنضفيها وتحافظي عليها دي طريقة شكر لربنا سبحانه وتعالى، لأن الشكر الحقيقي مش بس كلمة بنقولها، هو فعل بنعبر بيه إننا مقدرين النعمة. وتذكري دائما إن بعد رحيلك من الدنيا كل الحاجات اللي كانت حواليكي هتفتقدك وهتشهد لك قدام ربنا وهتدعي لك بالرحمة والمغفرة. ربنا سبحانه وتعالى قال إن كل شيء بيسبح بحمده ولكن إحنا لا نفقه تسبيحه. وعلشان كده اهتمي ببيتك وبأوضتك وبحاجتك، مش بس علشان راحتك النفسية لكن علشان ربنا سبحانه وتعالى خلقك مكرمة. وعلشان كده لازم تكرمي جميع مخلوقاته، حتى الجماد، الطير، الحيوان، كل شيء. عاملي كل شيء حواليكي برفق وحب زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان رحيم بكل شيء حواليه. تخيلي حتى جذع النخلة اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام بيخطب عنده لما بعد عنه بكى من فقدانه ليه. قد ايه عليه افضل الصلاة والسلام الرحمة كانت في قلبه لكل شيء حواليه. فحبي بيتك وعامليه بحب، نظميه بحب علشان يحبك هو كمان ويبقى فعلا مكان فيه سكينة وبركة وهدوء ورزق كتير. وخليكي عارفة ان البيوت اللي فيها حب ورفق ولين ربنا بيبارك فيها وبيجعلها دايما فيها راحة ورزق. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي اشتراك وتشاركيه مع صحباتك يمكن يكونوا محتاجين يسمعوه دلوقتي. شكرا على المشاهدة. وبكده خلص الفيديو بتاع النهاردة، بس زي ما احنا متعودين كلامنا مع بعض عمره ما هيخلص. استنوني في فيديو جديد قريب جدا. استودعكم عناية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.